السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزات. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم هو تتمة للحلقة الماضية، لأنه شفنا بأن المرة الماضية بدينا نطول لكم شوية الفيديوهات، الناس بدات تمل وتكره، نولوا نقصوا لكم شوية في الفوليوم تاع الفيديوهات بالحق 8 دقائق، نحبسوا الفيديو ونبداو نكملوه في الفيديو القادم. هذه يعني عقلية نبداو نمشوا معكم بها من الآن فصاعدا، لأنه الكثير بعث لي قال لك يا أخي راك تبعث لنا 15 دقيقة 16 دقيقة، بزاف يا أخي، هذا راهو بريسك ميطون. إذا نقصوا 8 دقائق، نحبسوا ما نديباسوش 10 دقائق في الفيديو باش خاوتنا ما يكرهوش، وكيكون هناك أمور نتكلموا عليها نقسموا الفيديو على قسمين. إذا نكملوا واش تكلمنا في المرة الماضية، وهو هل تستحق الجزائر ومنتخبنا الوطني ومدربنا الوطني التواجد ضمن قائمة أفضل 10 مدربين وأفضل 10 منتخبات؟ إذا قلنا بأن المباريات الودية في هذه التصنيفات لا تؤخذ بالحسبان، بل المنطق والعقل الكيس والفطن واللي يفهم مليح المباريات الودية ماهيش مديورة للانتصارات وماهيش مديورة باش نلعبها باش نربحها، وإنما نديروا مباريات ودية باش نجربوا اللاعبين، باش نجربوا الخطط، وباش نقف على المستوى نتاعنا. مثلا بعد مباراة مصر البعض جاب لك الحكم اقلع لنا 6 ابيات، اقلع لنا 10 ابيات. يا اخي مباراه وديه روح تكلم لي، هل المستوى عجبك؟ هل طريقه اللعب عجبك؟ هل منتخبنا بعد الطرد عجبك؟ هذه الامور اللي نتكلم عليها في المباريات الوديه، لانه غالبا الخصوم خاصه في افريقيا كاس المباريات الوديه يلعبوها باش يجربوها فقط. قليل من النادر، ممكن حتى احنا فقط اللي نلعبوا المباريات الوديه باش نربحوها. هل ما عندناش ثقه في انفسنا باش نحققوا انجازات في المباريات الرسميه؟ الله اعلم. اذا المنتخب الوطني الجزائري قبل ما نشوف اسكي يحتاج ولا يستحق ولا ما يستحقش من كاس افريقيا الماضيه المباريات الرسميه، شحال لعب وضد من لعب وكيفاش كانت نتائجه، او قبل ذلك التصنيف تاع المنتخب الجزائري كما تعرفوا قبل 2017 وصلنا حتى المركز 19 والترتيب نتاعنا كان دائما يتراوح بين 25 24 19 25 24 19. لما جاء ماجر عاود رجعنا مارشاريال كثير، رجعنا ممكن في الأربعين. جاء المدرب جمال بالماضي من 2019، جمال بالماضي ما يقدرش يتجاوز المركز 30، دائما يلحق 29 يعاود يرجع. لكن لما نجي نقرا المواقع، لما نجي نقرا الصفحات، نقول المنتخب الجزائري لا يهزم، المنتخب الجزائري سنه 2022 ما خسرش، 2023 ما خسرش، 2021 ما خسرش، 35 مباراه بدون هزيمه. وعلاش؟ لماذا وكيف؟ احنا لما نجي نتكلم عن سلسله المنتخب الارجنتيني وسلسله المنتخب الايطالي نشوف بانه سلسله فيها مباريات رسميه كثيره، فيها مواجهه منتخبات كبيره، على داك الشيء يتقدموا في الترتيب. احنا المباريات الرسميه نتاعنا اللي فيها المعامل تاع الترتيب كبير واجهنا منتخبات مغموره وصغيره. أني نكذب أروح نعطي لك. بعد مباشرة كأس إفريقيا جات تصفيات كأس إفريقيا 2022 أو 2021 اللي لعبت في 2022. مع من لعبنا مع زامبيا اللي ترتيبها كان متأخر كثير، فزنا عليها هنا ودرنا معها التعادل. لعبنا مع الزيمبابوي اللي ترتيبها كان بعد 100، فزنا عليها في بلادنا وتعادلنا معها في بلادها 3-3. بعد ذلك او 2-2 زامبيا هي اللي درنا مع 3-3. بعد ذلك لعبنا مع بوتسوانا، فريق مغمور مجهري ضعيف، فزنا عليه في بلادنا وفزنا عليه في بلادهم بصعوبه من ركنيه نتاع ابليلي. اذا منتخبات مغموره صغيره ما ننتظرش اني نطلع في الترتيب بها. انتهت تصفيات كأس إفريقيا، رحنا لعبنا كأس إفريقيا، أو قبل ما نلعبوا كأس إفريقيا واش واجهنا منتخبات أخرى صغيرة ضعيفة. فقط منتخب بوركينا فاسو قوي، رغم أنه خلفنا في الترتيب. يعني لما تتعادل معاه وكأنك انهزمت، يعني في تصنيف الفيفا لما تنهزم مع منتخب خلفك في التصنيف وعنده نقاط أقل منك فأنك خسرت، وبالتالي يخصموا منك نقاط. تعادلنا معاه في مراكش وتعادلنا معاه في البليدة وبأداء مخزي ضعيف. أقوى منتخب لعبنا معاه مباراة أساسية منذ كأس إفريقيا إلى يومنا هذا هو بوركينا فاسو. تبهدلنا معاه. وين حب تروح؟ وين حب تقدم في الترتيب؟ في غورك يا اخي. الان انتم تشوفون المباريات الوديه اللي الفيفا والاتحاد الافريقي يشوفوهم بنص عين. وعلاش يشوفوهم بنص عين؟ لان المعامل تاعهم هو نصف معامل المباريات الرسميه، لانه يسموها مباراه وديه. احنا برك اللي نلعبوها باش نربحوا.
المباراة الرسمية لعبنا مع البوركينا فاسو وتعادلنا معاهم، لعبنا مع الجيبوتي اللي مش اصلا مصنفه ربحناها الي روتور، ولعبنا مع النيجر كذلك اللي مش اصلا مصنفه ربحناها الي روتور. اذا الى حد الان لعبنا مع منتخب قوي واحد بوركينا فاسو وفشلنا باش نتفوقوا عليه، وكي نتكلموا بنقاط الترتيب تاع الفيفا خسرنا، لانه كما قلت ونعاود باش تحفظوها مليح، لما تتعادل مع منتخب اقل منك في الترتيب يخصموا منك النقاط. اذا احنا نقصوا من النقاط في الذهاب ونقصوا من النقاط في الاياب، على ذلك ما قدمناش في الترتيب، ما كان لا مؤامره لا خرطي لهم يحزنون. اذا كان مؤامره رانا قدمنا في 2015 و 2014. وعلاش قدمنا؟ لاننا واجهنا منتخبات محترمه وفزنا عليها في الترتيب اقصد. الان نتكلم على بعد التصفيات كاس العالم، ولما رحنا لعبنا كاس افريقيا، لعبنا مع السيراليون اللي مش اصلا مصنف تعادلنا معاه، لعبنا مع غينيا الاستوائيه الضعيفه المغموره خسرنا معاها، ولعبنا مع الكوت ديفوار وخسرنا معاه. وين حاب تقدم وين حاب تروح؟ هاي نتائجنا بعد كاس افريقيا في المباريات الرسميه، المباريات تاع الصح. وين حاب تقدم؟ ومن بعد جات مباراه الكاميرون كان خلفنا في التصنيف، ربحناه في استادو وخسرنا معاه في استادنا، وهو تأهل كأس العالم وادى نقاط وحنا خرجنا من كأس العالم وخسرنا نقاط. هاي مباراتنا الرسمية. إذا المباراتين مع أو واجهنا منتخبين، واحد محترم واحد متوسط اللي هو منتخب الكاميرون قهرنا في بلادنا وخرجنا، والبوركينا فاسو ما قدرناش نربحوهم. جات تصفيات كأس إفريقيا هذه اللي راح نلعبوها مع من لعبنا مع البرازيل، لعبنا مع الانجليز، لعبنا مع فرنسا، لعبنا مع الطاليان، لا لعبنا مع تنزانيا مستوى ضعيف فزنا عليهم صح ذهابا في بلادهم وتعادلنا معهم في بلادنا. كذلك لعبنا مع اوغندا، عانينا معهم في بلادنا وعانينا معهم نوعا ما، لعبنا بالاحتياطيين نقولوا فزنا، ما نقولوش عانينا نقولوا فزنا. وكذلك مع النيجر فزنا عليهم بصعوبة جدا ذهابا وإيابا. ها هو المنتخب نتاعنا في المباريات الرسمية. كيفاش حابين يكون مع أظن فهموني كيفاش بهذه النتائج حاب تكون ضمن أفضل 10 منتخبات. فهموني وكيفاش حبيتوا المدرب نتاعنا يكون ضمن أفضل مدربين 10 مدربين. فهموني. هذه هي المباريات الرسمية جبتها لكم من 2020 وارواح من كأس إفريقيا. كيف حبيتوا يكون مع أفضل المدربين؟ لا يا جماعة هذه بالمعيار نتاعنا ما يحسبوش المباريات الودية. هما المباريات الودية يسموها مباريات ودية، يعني خاوة الود، يعني هذا مع هذا خاوة نلعبوا باش نتعلموا، باش نديروا خطط، باش نديروا طرق جديدة، باش نجربوا لاعبين. احنا برك اللي نلعبوا المباريات نتاعنا بأساسيين ونلعبوا باش نفوزوا برك. المنتخبات اللي دخلت في التصنيف هل تستحق أم لا تستحق؟ غامبيا وعلاش حطوهم في التصنيف؟ في العام هذا الأخير أهلوا في مجموعة فيها منتخبات قوية مقارنة بهم، المالي والكونغو. الكونغو أقوى من غامبيا، تأهلوا على حسابها وربحوا المالي في مباراة، وبالتالي كانوا هما في التصنيف ومدربهم في التصنيف، مدربهم توم سانفيت في التصنيف. عندنا منتخب غينيا بيساو. منتخب غينيا بيساو استطاع أنه يفوز على نيجيريا وتأهل إلى كأس إفريقيا، يعتبر إنجاز. أنت تأهلت في مجموعة فيها تنزانيا وفيها أوغندا وفيها النيجر، أنت برك خالع روحك. إفريقيا راهي شافتها نتائج عادية، ما يقدرش يحطك. هذه الجزائر إذا حط الجزائر في أفضل المنتخبات وهو فاز على هذه المنتخبات المجهرية راهم طيحوا بينا، وإذا حطوا المدرب نتاعنا مع أفضل 10 مدربين راهم طيحوا بينا، وكأنه ماهوش إنجاز. ما يقدرش يحطك لانك انت ما درتش انجاز، فزت على منتخبات ضعيفه. اما غينيا بيساو داروا الانجاز لما فاز على نيجيريا وتاهل، لذلك حاطوا في التصنيف وحط المدرب نتاعو اللي اسمه هذا المدرب تاع غينيا الاستوائيه اسمه اوبيانغ. هذا اوبيانغ. كذلك منتخب موريتانيا نفس الشيء، تأهل في مجموعة في منتخبات أفضل منه، لأن السودان أفضل من موريتانيا والغابون أفضل من موريتانيا. قد استطاع أنه يفوز عليهم وتأهل، فاز على الغابون ذهبا وإيابا وفاز على السودان ذهبا وإيابا وتأهل، لذلك اعتبروه إنجاز وبالتالي حطوه في التصنيف. والمدرب نتاعو أمير عبدو اللي تأهل مع منتخب جزر القمر إلى ربع النهائي وزاد تأهل مع منتخب موريتانيا، يعني أثبت الجودة نتاعو وبالتالي حطوه ضمن أفضل 10 منتخبات. عندنا كذلك منتخب غينيا الاستوائية اللي
فاز على تونس وتعادل معه في النقاط 13 نقطة 13 نقطة، وبالتالي استحق أنه يتواجد. تونس كانت معه في المجموعة ما حطوهاش، وغينيا الاستوائية حطوها، لأنه يعتبر إنجاز. المسابقة السابقة تأهلوا إلى الدور الثاني، كانوا في مجموعتنا وفازوا علينا، وفي هذه التصفيات فازوا على تونس وتأهلوا، وبالتالي داروا الإنجاز. عندنا منتخب تنزانيا أضعف منتخب متأهل إلى كأس إفريقيا، أنا أعتبره دار يعني ما نقولش معجزة ولكن دار إنجاز. رزقي أو ماشي رزقي، عادل عمروش لما استلم تنزانيا كانت تقريبا مقصات، كان عندها نقطة واحدة من مباراتين، جا تأهل معاهم، خرج أوغندا وخرج النيجر وتأهل، وبالتالي اعتبروه إنجاز وحطوا المنتخب التنزاني، وعادل عمروش ما حطوش. منتخب ناميبيا تأهل في مجموعة الكاميرون وفاز على الكاميرون وحقق مفاجأة، وبالتالي حسبوها له إنجاز وحطوه. ومنتخب الموزمبيق اللي راه معنا في تصنيف وفي تصفية كأس العالم وراح نلعبوا له، حطوه هو والمدرب نتاعو. الموزمبيق المدرب نتاعو كوندي، لأنه كان في مجموعة السنغال وفاز على السنغال، وإضافة إلى السنغال كان يعني مجموعة قوية، فيه البنين وفيه رواندا وفاز عليهم كامل. السنغال فاز عليه في الذهاب وخسر معه في الإياب، وبالتالي الموزمبيق اعتبروا انه دار انجاز وحطوه في التصنيف. انت فزت على السنغال في مباراه وديه، الموزمبيق فاز عليه في مباراه رسميه، سي نورمال يحطوه. هذه هي الحقيقه. كذلك اعزائي المشاهدين، تقول لي غينيا الاستواء او تونس انا درت معها التعادل، هاو غينيا الاستوائيه رباح تونس في مباراه رسميه. اتكلم عن مباراه رسميه، احنا المباراه الرسميه ما واجهنا مصر، ما واجهنا تونس، ما واجهنا المغرب، ما واجهنا السنغال بعد 2019، ما واجهنا منتخب نيجيريا، ما واجهناهمش بعد 2019. كيفاش حب تكون في التصنيف؟ المدربين بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة اللي فاز بكأس الكاف وكأس السوبر، كذلك عندنا كولر مدرب الأهلي المصري، اليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي، وكذلك باب تياو مدرب المنتخب السنغالي المحلي، وكذلك وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. أنا أشوف بأن المدربين في 10 يستهلوا ويستحقوا أنهم يكونوا في القائمة، وكذلك المنتخبات على حسب ما شفنا يستحقوا ويستهلوا. عندي فقط تحفظ على منتخب تنزانيا، البقية كلهم يستهلوا، ورانا عطيت لكم الإنجازات اللي داروها في 2002 أو 23. كونوا منطقيين، ما نخلوش إفريقيا يضحكوا علينا، لذلك ما نستحقوش أننا نكونوا ضمن أفضل 10 منتخبات، لا مستوانا ولا نتائجنا. نتائجنا قلت في المباراة الرسمية لعبنا مع منتخبات أقل منا. أعزائي المشاهدين، نتمنى أنه وكذلك ما تنسوش أنه بالنسبة للأفارقة وبالنسبة للكاف، المنتخب الوطني راه خارج من كأس إفريقيا من الدور الأول، لأنهم يشوفوا المباريات الرسمية آخر منافسة ما زالوا يشوفون أننا منتخب خرج في الدور الأول، ومشاركة كانت مخزية وكارثية أحبتي. المهم احنا نتمنى أنه كأس إفريقيا القادمة أنا راح نواجهوا منتخب بوركينا فاسو مرة أخرى، إن شاء الله نفوزوا عليه ونقدموا شوية في الترتيب، لأنه إذا حبيت تقدم في الترتيب لازم تلعب مع منتخبات قوية في مباراة رسمية وتفوز عليها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.